وخسر الوحدة أمام نجران ب3 أهداف مقابل هدف. بهذه النتيجة تمكن نجران من رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 29 نقطة في المركز السادس. وسيطر التعادل بهدف لمثله على مباراة الأهلي أمام القادسية، فبعد شوط أول سلبي النتيجة أعلن صالح الغوانم تقدم القادسية بهدف أول في الدقيقة 65. ومن ركلة جزاء عادل البرازيلي أنطونيو كايو النتيجة للأهلي في الدقيقة 83 ليرفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، فيما تغير القادسية القائمة برصيد 12 نقطة. فريق الأهلي 1-1. إذن من جديد أعود لأحمد سرور معي من الرياض. سيد أحمد، يعني ما أبرز نتيجة لفتتك في هذه المباريات التي قرأناها الآن؟ طبعا بلا شك نتيجة الشباب مع الوطني 6 أهداف دون مقابل، على إثرها تصدر اللاعب ناصر الشمراني قائمة هدافي الدوري السعودي، وبذلك حصل على جائزة الرياضية موبايلية التي تمنحها جريدة الشباب العربي الدولية الرياضية بدءا من الموسم الماضي للرياضيين المميزين، وبذلك يكون حصد أول الألقاب لقب هداف الدوري لهذا الموسم، وفي حلته أو في عودة في شكله الجديد الذي عاد إليه وهو دوري النقاط. 6 أهداف أعتقد أنها كثيرة على فريق مكافح، فريق مجتهد كفريق الوطني الذي بقي عاما أو موسما آخر في دوري الأضواء إلى جانب نجران الفريق المكافح أيضا. نعم، طيب ماذا عن مباراة النصر والاتفاق؟ يعني الاتفاق أخذ المركز الرابع والنصر أصبح خامسا، يعني هذه النتيجة تعتبر جيدة؟ جيدة بالنسبة للاتفاق الذي لم يغب كثيرا عن البطولات أو عن النهائيات. الاتفاق هذا الموسم يقدم أداء كبير وأداء عالي سواء في البطولة الخليجية أو وصول نهائي كأس ولي العهد أو أيضا في الدوري، وهو بلا شك فريق يملك مواهب شابة جيدة وقادرة على المنافسة. النصر في آخر مباراتين وكأنه اكتفى بما حصل عليه، وهو لقب كأس الأمير فيصل بن فهد، وهو اللقب الأغلى الذي روى ظما عطش جماهير النصر لحقبة من الزمن. طيب نجران والوحدة، يعني نجران انتزع فوزا مستحقا بالأمس. نجران كما أسلفت فريق أيضا مجتهد وفريق يستحق البقاء في الدوري الممتاز لموسم آخر. نجران تحدى الظروف وقهر الصعاب التي واجهته بدءا من هروب مدربه إلى الإمارات ودخوله في معمعة المدربين، وبالتالي أيضا قائده المخضرم الحسن اليامي الذي قاد فريقه. نعم، عذرا لضيق الوقت اضطر لمقاطعتك، ولكن أريد أن أعرف رأيك. قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين ستسحب بعد قليل، ما رأيك بهذه القرعة؟ كيف ستكون؟ هل ستتم هناك مواجهة بين هذين الفريقين من جديد؟ باختصار لو سمحت. بطولة جديدة للأربعة الكبار إلى جانب 4 الوسط، ستكون بطولة مميزة بلا شك إن شاء الله، وأنا أتمنى أن تكون منافسة كبيرة بين الفرق التي لم تحقق أي لقب في هذا الموسم كالاتحاد والشباب والأهلي والاتفاك، في ظل الحق المشروع لمنافسة الهلال والنصر أيضا في هذه البطولة، وهي البطولة الأغلى لا شك. نعم، شكرا جزيلا لك أحمد سرور، كنت معنا من الرياض. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. في الختام أودعكم ويعود الزميل بتال يلقاكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج في المرمى. إلى اللقاء. الأخيرة كأن الهلال يرمي بكل أوراقه في شوط المباراة الثاني الهجومية. الله 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 الله، ياسر وعاصر القلوب تحدوا حقيقي. الله 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 الله، يا له من هلال تنتهي بالزعيم بطلا للبطولة ب48 نقطة، متعادلا مع شقيقه الاتحاد بالنقاط، وفي مواجهة الفريقين
8 بطولات يشير إليها محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، هذا الأمير الذي يجلب البطولة الثانية للهلال والذي قال أن هذا سيكون أجمل يوم